هذا الجنرال حسان يستحق المنصب، وهو الاب الروحي لهؤلاء الضباط الشباب، لانه القائد نتاعهم واكبرهم سن واكبرهم خبره وكاين امور كثيره. ولكن للاسف الشديد، اقول للاسف الشديد، لست متفائل، مانيش مطمن بالرغم من كل ما قلت على الجنرال حسان، لكن مانيش مطمن. لماذا؟ لانه ما اصلحناش المشكل الاساسي. الان الجنرال حسان بالرغم من انه عنده كاريزما بكل صراحه اكثر من ناصر واكثر من غيره، اكثر من محرز في الدي سياسه واكثر من مساوي، لانه اولا حسان قلت لكم جنرال قديم، والحاجه المليحه في الجنرال حسان انه لا يعترف بزواوش القرمود. يعني حسان ما تخيلوش انه يرفد التليفون كمال سيدي السعيد او عميروش او بالقايم او منير بوجمعه او بخته او خيره من الرئاسه ويقولوا الو سي حسان، وقال لك يقول لك قواد هاي امشي طير لامك، هيا يهضر معايا، كاين واحد يهضر معايا، يهضر معايا تبون غير تبون ما بيعتبر بواحد. هذه هي الخصله المليحه في حسان. الحاجه المليحه في حسان انه اللي يعيط له يقول له شوف طاط اختك، الوحيد اللي يهضر معايا تبون شخصيا مسؤول عني، غير تبون ما يهضر معايا حتى واحد، ويكوبي عليه في وجهه يقول له روح شوف امك. هذه حاجه مليحه في حسان. نعم، لانه دارها مع القايد صالح. القايد صالح كان يعيط له يقول واش كاين حسان، يقول اسمح لي يا مون جنرال ما عندك حتى هضره معايا، تحتاج حاجه روح كلم المون جنرال مون شيف توفيق. وهذا السبب اللي خلى القايد صالح يدخلوا الحبس، لانه اكثر من مره يعيط له الو جنرال حسان نعم حضرات واش كاين كذا كذا، يقول اسمح لي ما نديركش كونت، انا ما عندي حتى علاقه بك، انت قائد اركان الجيش، انا تابع المخابرات، عندي المدير تاعي راح اهضر معاه. طلع له قرون. القايد صالح يروح بوتفليقه يقول له هذا السيد ما يستعرفش بي، انا هضر معاه، يقول له هناك يروح ما يستعرفش بي. بوتفليقه يعيط الحسن يقول له وي حضره، يقول له وي سيد الرئيس، يقول له كذا، يقول له اسمح لي سيد الرئيس انا عندي علاقه مع